ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بقى في كده في موسم التوم، ولازم نفرز التوم عن ما نفرزه بطريقة مميزة زي ما بنعمل في اكلاتنا ووصفاتنا. هنفرز التوم زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هعمله مكعبات كده واحفظه في علب، وهقولك بقى على الطريقة قدام، بس تابعي انتي الفيديو معايا للاخر. وهتفرزيه وهقولك ايه المكون اللي هيتحط فيه هيخليه معاكي ابيض طول السنة لاخر قطعة بتسحبيها. كمان في ناس بتشتكي لانها لما بتفرز التوم وتحطه في الفريزر، الريحة بتاعته بتطلع يعني بتكرف على ايه الاكل اللي جوه الفريزر. ازاي ان انت ما تخليش الريحة بتاعته تطلع؟ يلا بقى بينا نتابع الفيديو كده. هنا بقى جبت كمية التوم معايا، جبت كده 2 كيلو، وانت بقى تفرزي الكمية حسب ما انت عايزة. فصفصته بقى كده من ايه فصفصته فصصته كده من القشر بتاعه. يعني فصصت الراس كلها كده، وبعدين ايه احطها كده في علبة على جنب. خلاص بقى كل الكمية بتاعتي كده، واي طينة واي قشر طلعوا منه بالشكل ده. بعدين اجيب كده ايه درق مية سخنة، بس مش لدرجة ايه، يعني فوق الدافية شوية واقل من انها ما تكونش بتغلي يعني معاكي. وهحط المية كده عليه، واسيبها كده لمدة ساعتين، واغطيها كويس بالغطا اهي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهغطيها واسيبها لمدة ساعتين، وبعد الساعتين هشوف التومة بتاعتي هتتقشر ازاي. بعد الساعتين كده اشيل الغطا واشوف ايه الاخبار. هلاقي ان التوم القشرة بتاعته بتتشال بمنتهى السهولة، كأنها ورقة وبتتشال منك بمنتهى السهولة، مش محتاجة يعني تعب ولا سكينة ولا ضوافرك هتوجعك بعد ما تخلصي التوم، ولا يحرقك في صوابع ايدك زي ما التوم بيعمل معانا. اهي اتشالت بكل سهولة. هنبدأ بقى ان انا ايه اصفي المية كلها من على التوم، وبعدين ابدأ ان انا اقشر كمية التوم بتاعتي. طبعا لما يكون معاكي كميات توم يعني كميات كبيرة، وعندك حد في البيت يساعدك، طبعا يعني ما تتردديش ان حد يساعدك في تقشير التوم، عشان دي يعني حاجة صعبة. وتم بحمد الله خلصنا ايه فدان التوم اللي احنا بنقشره وخلصنا. اجيب بقى كده المكون بتاعي اللي انا هعمل بيه. معايا توم معايا عفوا معايا ملح ومعايا زيت ومعايا خل. هحط بقى الكمية بتاعتي كده في قلب الكب او الخلاط بتاعك، وهحط عليه معلقة من الملح مع 3 معالق من الخل و3 معالق من الزيت. الخل هنا يا جماعة هو ده بقى المكون اللي هيخليه يبقى ابيض معاكي طول السنة لاخر قطعة بتسحبيها، مش هيغير لونه ولا هيخلي لونه يصفر. الملح بقى كده كمادة حافظة، اما الزيت بقى هو اللي هيغلف التوم معاكي، ومش هيخلي ريحة التوم تطلع من التوم في الفريزر على باقي الاكل اللي انتي حافظة. هجيب بقى كده الكمية بتاعتي كده، وبعدين هضربها كلها كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه. خلاص فرمنا الكمية بتاعتي كلها كده. انا هنا فرمته، مش بحبه ان هو يكون ايه ناعم قوي بيوريه زي في ناس بتعمله. يعني في نسبة خشونة شوية كده، عشان ايه ده بيفرق معايا لما تعملي الطشة او لأي حاجة مش بيتحرق منك. هجيب بقى الأكياس بتاعتي، هحط بقى الكمية كده. هحط بقى كمية ايه قليلة مش كتير قوي، علشان ايه هبططه واعمله مكعبات. احطه كده بالشكل ده، ومش عاملة الكيس لاخره علشان ايه المكعبات عندي تطلع يعني ايه مش تخينة قوي. الشكل ده هبططه كده بالشكل ده. انا هنا بعد ما خلصته كنت عايزة ان انا ايه احدده بالسكينة، علشان ايه لما يتجمد معايا يبقى ايه سهل ان هو يتفصل. بس هنا التوم تحسي ان هو كان ايه الخل والزيت عاطيله نسبة سيولة شوية، فالسكينة ان هي معلمتش عليه. فبعد ما اتجمد معايا انا قطعته، كان حقيقة بيتقطع بمنتهى السهولة، ما كانش يعني لدرجة ان هو ايه صعب او سميك قوي. هخلص كده الكمية بتاعتي كلها. شايفين مش بملى الكيس على الاخر، علشان المكعب برضو ايه يبقى رقيق شوية مش بيبقى سميك قوي. انتي بقى فرزي الكمية اللي انتي عايزاها وخزنيها واحفظيها في علب.
الطريقة دي بقى هتسهل عليك ان انت في اي وقت هتطلعي المكعب تستخدميه. مش هتطلعي بقى ان انت تحطيه في البرطمانات كده وهو على بعضه، فتضطري ان انت تستني لما البرطمان التوم يفك منه وبعد كده مش عارفه ايه، فده بيبوظ معاكي التوم ومش بيبقى صحي الحقيقه. خلاص كده حطيته كده في العلبه، حطيته في الفريزر، اسيبه بقى ليله كامله لحد ما يتجمد معايا كده، وبعدين اطلعه. شايفين قد ايه هو صلب؟ خلاص بقى هجيبه كده علشان ايه اقطعه مكعبات. بس افرشي كده على البلانشة او اي حاجه اللي انت هتقطعي عليها كيس علشان ما ياخدش من ريحه التوم معاكي. شايفين بقى وانت بتقطعي بالسكينه بيتقطع معاكي بمنتهى السهوله، مش صلب او حاجه. وشايفين المكعبات اهي، وبتتحط معايا وبتبقى عمليه جدا في الاستعمال. وده سمك التوم، سمك المكعب شايفين يعني مش رقيق قوي ومش سميك قوي. والمكعبات يعني ايه صلبة، مش بتتفك منك بسرعة او ان هي مهرية منك مش هتقدري تحفظيها، لا بتتحفظ بكل سهولة. شوف الكمية بتاعتي انا هنا خلصت الكمية. ابدأ ان انا ايه اجيب بقى العلب بتاعة التفريز واحطها فيها. والحقيقة ان العلب دي بتبقى عملية جدا يعني، علشان لو حبيتي بعد ما تخلصي التوم منها، لو حابه ان انت تتخلصي منها وترميها علشان ريحه التوم بتبقى فيها. لو حبيتي ان انت عايزه تفرزي مكانها توم تاني عادي جدا اغسليها وفرزي مكانها توم تاني مفيش مشكله. بس انا بفضل احط التوم في العلب اللي زي دي عشان ما بحبش احفظه في علب التلاجة بتاعت الاكل، علشان الريحه بتبقى بصراحه يعني مستمره فيه. لو حابه بقى ان انت تحطي المكعبات التوم في اكياس زي دي مفيش مانع، بس انا بصراحه بفضل العلب اللي زي دي لانها بتبقى عمليه جدا. كده انا خلصت الكميه بتاعتي. تقدري بقى تجيبي الكميه اللي انت عايزاها واللي انت حباها تفرزيها وتعمليها مكعبات بالشكل ده. كمان لو انت حابه عايزه تعملي كميه تحفظيهم في التلاجة، فانت تجيبي التوم وتروحي حطاه بعد ما تفرميه في الكبة تروحي حطاه في برطمانات، بس تملي برطمان يكون صغير مش كبير، وبقى علشان لونه ما يغيرش. وبعدين هتحطيه تمليه توم وتغطي وشه من فوق بالزيت وتحطيه في التلاجة. هيقعد معاكي شهر مش ازيد من كده. وتعملي برطمان صغير مش برطمان كبير، وهو برطمان واحد بس تخلصيه وتعملي غيره علشان ايه هيكون استعمالك يعني على مدى الشهر بس. اما المكعبات دي في العلب في الفريزر بتتحفظ معاكي بتقعد لمدة سنة وممكن تقعد كمان اكتر من السنة. ودي كانت طريقتي في تفريز التوم، يا رب تجربيها